الراجل بالصدفة حط الجيلي على طبق برونز. الجيلي انتقل لعالم تاني من خلال الطبق البرونز. الملكة افتكرت إن هي كانت بتدعي إنهم يدوها هدوم تقاوم برد الشتاء. في الوقت ده الراجل كان بيرتب بضاعته. الهدوم اللي الراجل رماها اتنقلت للملكة. الملكة عمرها ما شافت أقمشة فخمة بالشكل ده قبل كده، فعشان كده ما قدرتش تستنى وجربتهم فوراً. الهدوم كانت لايقة عليها كأنها متفصلة مخصوص. بعد ما خلص ترتيب الهدوم، الراجل لاحظ إن الهدوم اللي رماها اختفوا. مسك الطبق البرونز وبدأ يراقبه كويس. حط الموبايل عليه. في الثانية اللي بعدها الموبايل اختفى. الموبايل ظهر قدام الملكة، فاستغربت جدا. في اللحظة دي شاشة الموبايل نورت وظهر إنه مكالمة من الراجل. فضلت تتوسل له إنه يساعد في إنقاذ الشعب. وأول ما الراجل كان هيوفق، الموبايل فصل شحن وما بقاش قدامه غير إنه يتواصل معاها بالخطابات. الملكة طلبت من خدامها يجيبوا كنوز كتير. الراجل فرح جدا لما شاف الكنوز اللي بعتتها الملكة، لكن علشان يتأكد إذا كانت أصلية ولا لأ راح بيهم لمحل تحف. بعد التقييم اتضح إن التحف دي قيمتها على الأقل 50 مليون دولار. الراجل باع الكنوز لتاجر وبكده كسب مبلغ ضخم. بالمبلغ ده اشترى كمية كبيرة من المؤن. في الوقت ده الملكة كانت مهددة ولو مفيش أكل، لكن الحارس جاب خبر حلو. طلع إن مؤن الراجل وصلت